يعتبر كتاب جلسات نفسية للدكتور محمد إبراهيم من الأعمال الأدبية والنفسية المهمة التي تسلط الضوء على عالم النفس البشرية. في هذا الكتاب يسعى المؤلف إلى تقديم أدوات واستراتيجيات تساعد الأفراد على فهم ذواتهم بشكل أعمق، والتعامل مع التحديات النفسية التي قد يواجهونها في حياتهم اليومية. من خلال لغة بسيطة وأسلوب سلس، يستعرض الكتاب مجموعة من المواضيع التي تشمل التقبل الذاتي، التعامل مع القلق، وأهمية التفكير الإيجابي. يهدف الكتاب إلى تعزيز الوعي النفسي وتمكين القارئ من اتخاذ خطوات فعالة نحو تحسين نوعية حياته. ننتقل إلى ال5 نقاط الأهم في الكتاب، وأولها التقبل الذاتي. يركز الكتاب على أهمية تقبل الذات بكل عيوبها وميزاتها، ويوضح أن التسامح مع النفس هو الخطوة الأولى نحو تحسين الصحة النفسية، حيث يساعد على تقليل الشعور بالذنب والقلق. النقطة الثانية هي تأثير الحياة الاستهلاكية. يتناول الكتاب كيف تؤثر الحياة الاستهلاكية والسعي نحو الكمال على الصحة النفسية. يشير إلى أن الانشغال بالمظاهر يمكن أن يؤدي إلى إحباطات وعدم رضا عن الذات. النقطة الثالثة التعامل مع القلق والتوتر. يقدم الكتاب استراتيجيات فعالة للتعامل مع مشاعر القلق والتوتر، يتضمن ذلك تقنيات مثل التأمل، التنفس العميق، وتحديد الأولويات، مما يساعد على تحسين التركيز والهدوء. النقطة الرابعة رفض الأوضاع غير المناسبة. يناقش الكتاب أهمية رفض العلاقات أو المواقف التي تسبب الألم أو عدم الراحة. يشجع على اتخاذ خطوات للتخلص من الضغوط السلبية والبحث عن بيئة إيجابية تدعم النمو الشخصي. النقطة الخامسة تنمية التفكير الإيجابي. يشجع الكتاب على تبني نمط التفكير الإيجابي، حيث يوضح كيف يمكن أن يؤثر التفكير الإيجابي على السلوك والقرارات. يسلط الضوء على أهمية التحفيز الداخلي والدعم الذاتي لتحقيق الأهداف الشخصية. ختاماً، هذه النقاط تمثل جوهر كتاب جلسات نفسية، وتساهم في فهم كيفية تحسين الصحة النفسية وجودة الحياة. بجلسات نفسية نجد أن الدكتور محمد إبراهيم قد نجح في إلقاء الضوء على العديد من الجوانب النفسية التي تؤثر على حياتنا، من خلال تقديم نصائح عملية وأفكار ملهمة. يشجع الكاتب القارئ على اتخاذ موقف نشط اتجاه صحته النفسية. إن الرسالة الرئيسية التي يحملها الكتاب هو أن التغيير يبدأ من داخل الفرد، وأن القبول الذاتي والتفكير الإيجابي هما المفتاحان لتحقيق حياة أكثر سعادة وراحة. يعتبر هذا الكتاب دليلاً قيماً لكل من يسعى إلى تحسين نفسه وفهم مشاعره بشكل أفضل. دمتم، وكان معكم أمير.